السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الرز الاحمر بتاع الصياديه، نعمله بطريقتنا الجميله السهله وان شاء الله تعجبكم. يلا مع بعض بقى نشوف هنعمله ازاي يا حبايبي. طبعا دلوقتي هنعمل الرز اللي هو الاحمر بتاع السمك. الرز الاحمر بتاع السمك هنعمله بطريقتنا العاديه خالص اللي هو رز الصياديه. طبعا جايبه نص كيلو رز اهو زي ما انتم شايفين، نص كيلو رز غسلاه ومصفياه، ونص كيلو قوطه عاملاه في الخلاط، وبصلايه مخرطاها، وفلفل اسود ومرقه وملح. وهنعمله مع بعض بطريقتنا العاديه خالص. ودلوقتي هحط الزيت اقدحه واحط الرز احمره مع البصل. يا حبايبي شايفين انا حطيت الرز بتاعنا، واول ما الرز ده ما هيحمر ما هيصفر شويه كده هنزل بالبصل اللي انا مخرطاه. بس لازم ان انا اسيب الرز يصفر شويه. يعني دلوقتي الزيت اتقدح ورحت اكبر الرز كله اللي انا عاملاه ماشي. وشويه كده اول ما الرز يصفر هنزل بالبصله بتاعتنا. خليكم معايا ونفضل نقلب فيه كده اهو. دي طريقه الرز الاحمر اللي هو بتاع السمك، اللي هو الرز الصياديه الجميل بتاعنا. طبعا ممكن تعمليه من غير، يعني الرز الاحمر ده بيتعمل بالطماطم بيبقى جميل جدا. حتى لو مش هتاكلي، مش معاكي سمك وعايز تعملي اكله كده ومحترفه في الاكل، ممكن تعمليه للعيال عادي مش هيقولوا لا، لان بيبقى طعمه جميل اهو. نفضل نقلب فيه كده لحد ما الرز بتاعنا ما يقرب يحمر. ده الرز الاحمر بتاع السمك بتاعنا اهو. شايفين طبعا بننزل بالبصل اهو، شايفين البصل بننزل بيه. نقلب البصل كده على طول اهو. نفضل نقلب 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 اهو زي ما انتم شايفين. بنفضل نقلب فيه كده لحد ما الرز بتاعنا يحمر. لازم الرز اللي احنا حاطينه ده كله يبقى احمر، لونه احمر زي الدهب كده، علشان ما يتعجنش مننا خالص لما نيجي نحط له القوطه اللي احنا عاملينها في الخلاط ماشي. نفضل نقلب نقلب اهو شايفين. بس نصلي على النبي. تعليقات ما ننساش التعليق الحلو. الله يسلمك السلام. نفضل نقلب كده اهو شايفين بقى. نفضل نقلب كده اهو. نفضل نقلب على طول اهو. يبقى ده يا جماعه الرز الاحمر بتاع الصياديه اللي احنا بنحبه ومتعودين عليه وبناكله على طول اهو. اهو زي ما انتم شايفين نفضل نقلب فيه كده على طول عشان ما يتحرقش مننا. ولازم اللون بتاعه كله يبقى موحد، يعني ميبقاش واحده حمراء وواحده سودا وواحده صفراء وواحده بيضاء، ما ينفعش هيتعجن مننا وهيبقى شكله مش حلو. شايفين بقى اللون كله، الرز كله لونه احمر اصفر اهو، لسه هيحمر معانا اهو. شايفين بقى هي قربت تحمر معانا. هنطلق بقى الطماطم كلها اللي احنا عندنا
اهو شايفين يا حبايبي احنا دلوقتي ظبطناها اهوت. هحط المرقه والفلفل الاسود وهغطيها وهرجع لكم بالشكل النهائي ان شاء الله، استنظروا. اهو شايفين يا حبايبي بعد ما خلصت طبق الرز بتاعنا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما ننساش التعليق الحلو. فضلا وليس امر. سلام.